بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم دائما في قناتي، قناة مطبخ أم منار. كما راكم تشوفوا معايا الوصفة نتاع اليوم هي الوصفة نتاع عصير الفواكه مع الجزر. يعني يخرج لنا عصير ما شاء الله، عصير صحي. يعني ما تحسبوه باللي هذا العصير شريناه من برا، ما حضرناش في البيت. جربوه وكتبوا لي في التعليقات. اذا بالنسبه للمكونات كما راكم تشوفوا معايا، عندي لهنايا الجزر اللي هي الزغوديه، عندي 500 غرام، راني جايبه رطل. بالنسبه للبرتقال اللي هي تشينا، عندي ايضا 500 غرام ارطل، جاوني فيه 3 حبات. وبالنسبه للقارص ولا الليمون، عندي لهنايا 300 غرام، عندي هنا 4 حبات صغار. اذا هذه المكونات ضروري كيف نحضروهم. بطبيعه الحال بالنسبه البرتقال، وبالنسبه للليمون اللي هو القارص، انا غسلتهم مليح، نقيتهم من الغبار من المواد الكيميائيه اللي فيهم من برا. اذا ونجو نحضروا الوصفه نتاعنا. نبداوها بالجزر. نبداو نقول الجزر. نحولو كامل هذيك القشره اللي برا. اذا حتى نكملو كامل هذه الكميه. وهنا بعد ما نقيتها كامل، نجي هنايا نقطع كل وحده على زوج. ممكن نتوما ديروها دوائر وتقسموها، يعني انصاف دوائر بهذه الطريقه، يعني غير باه تطيب لنا بالخف فقط. نتوما تقدروا تقسموها غير على زوج على ثلاثه. اذا ونديروها الطيب. اذا انا نكمل الكميه كامل بهذه الطريقه. وبعد ما قطعتها كامل بهذه الطريقه، نجيب عندي كسرونه ولا طاجين ولا اي اناء. اذا ونفرغ فيه هذه الزبديه نتاعي. اذا وقبل ما نديرها طيب، عندي خطوه واحده اخرى، تبعوا معايا. نجيب البرتقال هذه نتاعي، ونجيب لهنايا السكرفاج، ونجيبها على هذه الرقيقه، ونحاول نحي غير هذه القشره الحمراء اللي راهي في الخارج. كما راكم تشوفوا، يعني ما توصلوش للطبقه البيضاء. اذا بهذه الطريقه. اذا نكمل كامل الليمون الليمون بنفس الطريقه ثاني، نحيلو غير هذيك القشره اللي برا، ما ندخلش لهذيك القشره البيضاء، على خاطر راهي تجيني مره. ندو غير القشره البرانيه حتى نكمل كامل الكميه نتاع البرتقال ونتاع الليمون. وبعد ما بشرت البرتقال والليمون، اذا هذه هي الكميه اللي عطاتهاني. اذا هذا المبشور دروك راني رايحه نضيفو لهذيك الجزر اللي راني حطيته في الكسرونه فيه الماء، نحطو معاه ونديرو على النار يغلي طبعا حتى طيب لنا هذيك الزغوديه. اذا نديروها طيب ونجو نكملو الوصفه نتاعنا مع بعض. الخطوه المواليه اللي تجي من بعدها، نرجعوا لهذا البرتقال. اش نديرو؟ نقوه، نحولو هذا القشره كامل نتاعو. نحولو حتى هذيك الطبقه البيضاء اللي راهي تبان لنا. شوفوا نحوها كامل بهذه الطريقه. نكمل بنفس الطريقه كامل بالنسبه للليمون، عفوا بالنسبه للليمون وبالنسبه للبرتقال. شوف بالنسبه نفس الطريقه، يعني نوريكم واحده واحده ومن بعد نكمل وحدي. نحيلها كامل هذيك القشره البيضاء. اذا نكمل وحدي. بعد ما نقيتهم كامل، نحكم هكا البرتقال ونقطعها الى شرائح.
الا صبتوا فيها العلفه لداخل تنحوها، هذه اللي هنا البيضه اللي في الوسط ثاني تنحوها ما تخلوهاش. هذا البرتقاله اللي راهي عندي ما فيهاش العلفه انا لداخل، ومن الافضل تكون يعني البرتقاله تكون نوعيه جيده اللي يكون فيها الماء خير. انا كاين عندي حبات هنايا راهم ناشفين. بنفس الطريقه نجي هنايا للليم، نديرهم شرائح رقاق عليه باه تبان لي العلفه اللي راهي فيها لداخل، يعني لو كان نخليهم خشان ما يبانوليش. وهذوك يعني العلفه اللي راهي لداخل تعطيني هذيك المروريه، ما يجينيش العصير نتاعي يشباب. نحو دائما هذا البيضه هنا اللي في الداخل. شوفوا لهنايا العلفه انا راهي تقسمت معايا، تنحوها المهم ما تخلوهاش. شوفوا كيما هنايا ونفتحوها باه نحو لها هذيك القشره البيضاء اللي راهي لداخل. اذا نكمل كامل بهذه الطريقه بقيه الحبات نتاع الليمون ونتاع البرتقال. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا جبت الطاس اللي راني نرحي فيه. نتوما اي ربو راكم رايحين ترحوا فيه يعني العصائر او الفواكه. عندي انايا هذا الطاس راني رايحه نرحي فيه، ندير فيه هذا الخليط. ما نديروش كامل، انا راح ندير النص على خاطرش انايا هذا عندي الربو هذا ما يخدمليش مليح، يعني نخاف اللي يخسر لي. ما نحطش فيه كميه بزاف ونزيد عليها الماء، ما نرحيهش وحده. هذه نصف الكميه. وعندي هنايا ريتله نتاع الماء، يعني باه نحسبوا الماء ملي نبداو نرحو حتى من بعد كي نزيدو نعرفوا شحال درنا كميه الماء. هذه ريتله الاولى راني راح نحط شويه، يعني ندرج هذيك الفواكه باه ترحى لي مليح. راني درت نصف ريتل. اذا دروك نرحيها ونعاود نرجع معكم. وهنايا راني جبت هنايا البسينه، حطيت فيها عليها الصفايه وحطيت فيها الجزء الاول اللي رحيته اللي هو الطاس الاول. اذا ونفوتها في الصفايه كامل كيما هكا. يعني صدقوني راح تخرج لكم واحد التحليه ما شاء الله، وتقطع لكم على خاطرش راكم رايحين درتوها يعني رحيتوها كامل، ماشي غير العصير نتاعها مع هذاك الزاز اللي راه يطيب في الزروديه راح يعطينا واحد البو ما شاء الله. نجربوها فقط. نزيد الكميه الثانيه. اذا نحاول نصفيها مليح. شوفوا هنايا اللي ما خليتش كامل هذاك العصير كامل فوتوه في هذا الصفايه. شوفوا هنايا. اذا درك نجيو نكملوا الوصفه نتاعنا. شوفوا لهنايا هذا هو العصير نتاعنا. هنا راه مركز، مازلنا نزيدوا له الماء ونزيدوا له الجزر، يعني راح يخرج لنا ما شاء الله سواء الكميه ولا الذوق. اذا درك يطيب معنا الجزر، اذا نزيدوا نرحوه ونخلطوه ونزيدوا كميه الماء. وهنايا الزروديه نتاعي بعد ما طابت معايا نصفيها من هذاك الماء. طبعا انا راهي سخونه معايا، على ذيك راني رايحه نزيد لها ثاني الماء باه نرحيها ونقسمها على 2 مرات. ندير فيها كميه تاع الماء، يعني نغطيها مليح. الاولى ما بارد والزوجه يغطيها باه نرحيها مليح. اذا نرحيها ونكملوا الوصفه نتاعنا. اذا بعد ما رحيت الكميه الاولى نتاع الزروديه نفرخها مباشره. الزروديه ما كان لها نصفيها على خاطرش راهي طايبه. شوفوا هنايا يعني ترحت معنا مليح. نزيد نرحي الكميه الزوجه ونضيفها. نضيف الكميه الثانيه اللي رحيتها. ونضيفوا عليها كميه نتاع الماء اللي بقات لنا اللي طيبنا فيها الجزر. طبعا ما نرموهاش.
هذه صفيناها. اذا ونجيو نخلطو هنايا. شوفوا هنايا يعني اللون والرغوه اللي دارها يعني ما شاء الله. هنايا دروك نتوما تتحكموا في كميه الماء، الا تزيدوا ولا تخلوها كيما هكا. انا دروك رانا حنزيد لها نص كاس تاع حليب. عندي نص كاس طبعا تاع 250 مليلتر، ونجي نخلط هنايا. طبعا نضربوه وتشوفوا الا كان مركز الا ما كانش مركز باه تعرفوا كميه السكر اللي راكم رايحين تزيدوه. شوفوا القوام نتاعو انايا نخليه هكا، مانيش رايحه يعني نزيد له كميه تاع الماء. هذا هو القوام نتاعو. اذا درك انايا نحي ريتله ما نديرش فيها السكر، لاخاطش كاين عندي اللي ما يشرب يعني العصير بدون سكر، ومن بعد نضيفوا كميه السكر اللي رانا رايحين نزيدوه. هنايا راني حندير انا 4 مغارف سكر، بما اني نقصت ريتله. 2 3 4. وطبعا نضربوا دائما هذا يعني بالنسبه للسكر، يعني لو كان ما نضيفوش السكر يعني احسن باه يكون صحي، ولكن احنا تعودنا حنايا دائما نشربوا حلو. اذا تخلطوا وتشوفوا المذاق تزيدوا ولا تخلوها هكا يعني بهذا الذوق. انا راني راح نزيد مغرف. يعني هذيك الريتله اللي نحيتوها ديروا لها 2 مغارف. الا بغيتوا تزيدوا يعني ديروا السكر في الكميه كامله زيدوا 2 مغارف واحد اخرين. هذا هو الذوق نتاعها، مانيش رايحه نزيد له 5 مغارف يعني جاتني نيشان. اذا درك نعمرها في القرعه ونشوفوا شحال قطعت لنا من الكميه. وهذا هو العصير نتاعنا. اذا في النهايه بعد ما تحصلنا عليه شوفوا هنا شحال قطع لي. هذه تدي ريتله وربع، وهذه كما نعرفوا تدي ريتله، وعندي الطاس هنايا عندي ريتله. يعني المجموع عندي 3 رواتل وربع، يعني ما شاء الله. يعني عندي حبات صغار نتاع تشينا، حبات نتاع زروديه، حبات نتاع ليم، وانا درت عصير. اعتمدوا هذه الوصفه الا بغيتوا يعني النصائح نتاعي ولا الراي نتاعي، اعتمدوها لشهر رمضان المعظم. ما عليكم غير تدسوا الليم والتشينا لهذا الشهر العظيم المفضل ان شاء الله الى حيانا ربي. اذا كما راكم تشوفوا معنا يعني شوفوا ما شاء الله. عصير في القمة يعني صحي. حاولوا تجربوه، تكتبوا لي في التعليقات اذا كان نجحت معكم الوصفه. يعني عطيت لكم انايا المقادير يعني ولا الوصفه عطيتها لكم بمقادير مضبوطه، ما عليكم غير تجربوها.